سلام الاخوات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى تكونوا كاملين بخير. مرحبا بكم معايا في فيديو جديد. اليوم ان شاء الله كيف ما وعدتكم في الفيديو اللي من قبل غادي نعمروا هاد الكويزه بهاد البريد هادو. هما بالنسبه للخدمه طريقه سهله، غير خصكم شويه نتاع التركيز وان شاء الله غادي تعرفوا تخدموه. واول حاجه غادي نديروها هي غادي نجيو لاي نقطه هنايا، اي غرزه غادي نثبتوا فيها الحرير. هانتوما شوفوا معايا، انا دخلت الابره من التحت وخرجتها من هنا، يعني في اي نقطه من هذه الجهه الفوقانيه. وغادي مثلا نرجعها في هذه الجهه هذه، في هذه الغرزه هذه، ونخرجها من التحت. هانتوما من هنا ونخرجها من التحت باش ندخلها في الراس. كاينين بزاف الاخوات راه واخا كيتبعوا ما كيعرفوش كيفاش. هذاك الشيء علاش انا كندير لكم هادشي بالتفصيل باش كلشي يفهم وكلشي يعرف. وكنجي لهاد الراس هذا كندخل فيه الابره لهاد الشكل حتى نعرفها بان هنايا تثبتت ليا بحال على هاد الشكل هذا. وغادي نجي هاد النقطه هذه، ها هي هاد الغرزه هذه اللي من تحت مباشره. هاد العوينه كاينه عندي، هاد الغريزه هذه مع تسطرها الراس نتاع تسطر هذا والراس نتاع تسطر هذا. غادي نجي لهاد النقطه هذه، ها هي كتبان لكم هنايا. كنجي ليها وكندخل الابره من التحت باش نخرجها هنايا. نتوما شوفوا معايا، انا خرجتها من هنايا وغادي نجي نحسب. اذا هاد النقطه هي او هاد الغرزه اللي عندي هنا في الراس، غادي نحسب واحد. هاد الشريطات اللي من تحتها واللي جايين في السطر من تحتها غنحسب واحد جوج ثلاثة أربعة. صافي. هانتوما هاد الشريطات هادو اللي هابطين في خط مستقيم، حنا كنديرو هكا كنمشيو مع الخط المستقيم. اذا غنحسبوا واحد جوج ثلاثة أربعة. غادي ندخلو هنايا الابره وغادي نرجعوها للبلاصه الاولى اللي خرجنا منها الابره، خرجنا منها الخيط على هذا الشكل هكا. ما غاديش نخرجوا الابره كامله، وانما نخرجوا غير شويه، نخرجوا هاد شويه نتاع الابره. وغادي نجيو للراس. مثلا هنا انا اللي درت 4 نتاع الشريطات كي بحال هاد الزواقه هادي. غادي نجيو لهنا للراس تاع الابره. هانتوما باش يبان لكم مزيان، غادي نجي للراس نتاع الابره وغادي نشدها. نتوما شوفوا الاصابع نتاوعي، كاين هذا وهذا وهذا. هذا شاده به من التحت، من التحت شاده به الابره على هذا الشكل، وهذا قابطه به الابره من هنا على هذا الشكل هذا. وهذا نتوما غادي تشوفوا الحركات كيفاش غادي ندير، شنو غادي ندير به. هذا كيبقى يساعدني على هذا الحرير هذا. هانتوما كنبقى نلوي دابا على الابره، الحرير كنبقى نلويه على الابره. وانتم كبدايه تبقاو تحسبوا. انا بالنسبه لي ما كنحسبش، كنجيبها هي هذيك. المهم نتوما تبقاو تحسبوا القياس اللي كتبقاو ديروا في هذه اللي من تحتها، كتبقاو تزيدوا فيه شويه وانتم ماشيين. بالنسبه لي انا ما غاديش نحسب، اذا غادي نبقى نلوي. هانتوما كتشوفوا الحركه نتاع هذا الاصبع هذا. صافي غادي نوقف هكايا. وهانتوما شوفوا معايا، غادي نجر الابره، وهذا كيساعدني باش انني كنرخي الحرير باش ما يبقاش مزير على الابره وانا شاده فيه. صافي هانتوما شوفوا معايا، وانا كنجر هاد الابره هذه، كنجرها ويدي هذا من التحت كيساعدوني، وكنبقى نجر غير بشويه باش الحرير ما يتخربلش ليا، وانا كنساعد بيدي على هذا الشكل هذا. ها انا درت هذه الوسطانيه درتها. اذا منين غادي نجي ندخل في نفس البلاصه وفي نفس الغرزه اللي انا خرجت منها الحرير. صافي. ودابا فين غادي نرجع؟ غادي نبقى نمشي انا مع هذا السطر هذا ومع هذا السطر هذا مع هذا السطر هذا. فين ضربت هنايا في الاول كاينين هنايا هاد الغريزات،
اللي ماشيين هكا. اذا غادي نضرب هنايا وغادي نجي لهادي اولا لهادي اللي حداها اللي بغيت نبدا بها ماشي مشكل. اذا غادي نضرب هنايا في نفس الخيط وغادي نخرج الابره من هنا صافي من هاد الغرزه هادي وغادي نجر غير بشويه باش ما كيتخبرليش عفوا كنجر غير بشويه باش ما يتخبلش ليا الخيط هنايا. كنجر غير بشويه لهذا الشكل ها نتوما. كنبقى نزيرها هكا بيديا ونرجع. هاد الحرير هذا كنقبطو بهاد الاصبع هذا تبقاو تنتبهوا لحركه الاصابع. اذا ها نتوما شوفوا معايا ما غاديش نجي لهادي نضرب فيها غادي نجي لهادي اللي من تحت منها صافي اللي من تحت منها وغادي نجي لهنايا ونخرجها في نفس البلاصه اللي انا خرجت منها الحرير. والابره ما كنخرجهاش كامله كنخليها غير هكايا وكنجي لهنا كنبقى نلوي الحرير وانتم كتشوفوا معايا. يعني هنايا فهاد الوسطاني هذا خصني انا نزيد العدد الدورات على الابره اكثر من الاول حيت هذه غادي تكون طويله على الاخرى. وكنجر هكا وكنبقى نساعد بيديا شويه بشويه حتى كيتقاد ليا على هذا الشكل هذا وكنجر كنبقى نجر غير بشويه صافي هكا. وكنرجع كما قلت لكم كنضرب في نفس البلاصه اللي خرجت منها الخيط. نعاود دابا نرجع من هذه الجهه هذه قبيله ضربت هنا دابا غادي نضرب هنايا وغادي نجر الحرير كامل باش كنزيرو ونرجع لهذه الجهه وكنرجع لنفس البلاصه نفس الغرزه كنعاود ندخل فيها الابره ونرجع نخرجها من نفس البلاصه اللي خرج منها الخيط وما كنخرجش الابره كامله. وكنجي لهنايا كنبقى نلوي الحرير على الابره. نتوما كما قلت لكم كتبقاو تحسبوا صافي ونجر. وانا كما قلت لكم كنبقى نساعد بهاد الاصابع هادو بجوج كنبقى نساعد بهم باش الحرير ما يتخبرش ليا باش ما يخسرش ليا الحرير. يعني كنمشيو معاه غير بشويه ونرجع لهنايا نضرب في نفس النقطه ونرجع لهنايا. هانتوما غادي نضرب في نفس الغرزه اللي انا ضربه فيها ونرجع لهاد الجهه هذه من الفوق. غادي نخرج الابره من هنا صافي ونجر كما قلت لكم كتبقاو تمشاو مع الحرير باش ما يخسرش ليكم شويه بشويه هذا الشكل. دابا غادي نجي للغرزه اللي من تحتها كنخلي هاد الشريطه عاوتاني نضرب هنايا صافي باش كنجي في سطر واحد. نرجع هكايا كنضرب هنا ونخرج في نفس البلاصه اللي خرجت منها الخيط. صراحه هاد لي بريد ساهلين خص شويه نتاع التركيز وصافي. نرجع لهنا نلوي على الابره هنا خص عاوتاني نزيدو واحد شويه على هادو اللي درنا من قبل وكنجر كنحاولوا ما امكن هاد النص هذا يكون هو يخرج الاول لانه الا بقى هنا في الوسط كيبقى يضيع لنا لي بريد. هانتوما ونرجع لنفس البلاصه نضرب فيها الابره ونخرجوها من هاد الجهه عاوتاني وكنجر الخيط هكا الحرير كنجرو كامل ونرجع لنفس البلاصه اللي انا دخلت منها الابره ونخرجها من نفس البلاصه فين خارج الخيط لهذا الشكل. ونعاود ثاني ندور على الابره الحرير فاهمين. هانتوما كتشوفوا الحركات نتاع صبعاني كيفاش كندير بحال كنلويه في الاتجاه المعاكس باش يخرج ليا من الابره باش يترخف ويخرج ليا من الابره بواحد السهوله. وانا كنحرص على الحرير باش ما يتخسرش ليا
صافي كنمشي معاه بحال هكا، وكنرجع لهنا كندخلها في نفس البلاصه اللي انا خرجت منها المره الاولى الابره على هذا الشكل. وهانتوما ها هي كتجي الشكل نتاع الابريد كيجي زوين. بالنسبه هنايا انا ما حسبتش الصراحه الوسطاني. نتوما الا كنتوما انا غادي ندير واحد الحجيره هنايا، ودرت هذا القياس هذا. منين درت الحجيره جاتني هي هذيك. نتوما ملي تبغيو ديروا هاد الابريد، تحسبوا بغيتو تبداوه توصلوها حتى للنص لهنايا مثلا، غادي تجيو تحسبوا 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19. اذا غادي تكون عندكم 8 من هاد الجهه و8 من هاد الجهه، وغادي تبداو مثلا هنايا ديروا 5 نتاع شريطات حتى توصلوها ل8. هذيك 9 كتبقى في الوسط. الا كنتو غادي تعمروها كامله بلي بريد هذه هي الطريقه. اما بالنسبه لي انا درت غير هاد شويه باش غادي ندير هنا حجيره. ومني كنساليو هذه كنرجع من التحت غادي نعقدها. طريقه كيفاش نعقدها راه كاينه في الصفحه. نتوما شوفوا معايا غادي نعاودها هنايا. بالنسبه هنا انا تبت الحرير وغادي نجي لهاد النقطه هنايا. بالنسبه للحرير كنثبتو في اي نقطه هنايا، غير يكون من تحت هاد ليبريت يكون مغطي. ما نجيش لهنا ونضرب، انا غادي نجي هنايا نضربها ونثبت الحرير هنايا. وغادي نجي للنقطه اللي عندي هنايا في الراس، ها هي غادي نجي لهاد النقطه هذه هي اول نقطه عندي هنايا، وكنخرج منها الابره بهذا الشكل. يعني اول عندي هنا اول نقطه، هنا اول نقطه، هنا اول نقطه. هادو هما اللي كنضربوا فيهم. من بعد ما كنثبتوا الحرير في شي بليصه هنايا. المهم هكايا وكنجي نحسب. دابا انا هذه كما قلت لكم نطلعها على 28 اظن. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 على 28. اذا كنحسب 1 2 1 2 3 4، حيت انا كندير غير هادو صغار. نضرب هنايا، هانتوما شوفوا غادي نضرب هنايا ونرجع الابره نخرجها في نفس الحرير اللي فين خارج لي من هنا الحرير كندخل فيه، كنخرج منه الابره. صافي على هذا الشكل هذا. وكنجي كنلوي عليه الحرير. نتوما غادي تحسبوا بطبيعه الحال شحال غادي ديروا من لويه على الحرير. انا ما غاديش نحسب كما قلت لكم، انا غير كندير عشوائيا وصافي، ولكن كيجيو هما هادوك. صافي وهانتوما شوفوا معايا حركه اليدين. كنرجع الاتجاه المعاكس وكنخرج، وانا كنخرج الابره وكنجر، ويدي راه هانتوما شاده به هنايا باش ما يدعلياش الحرير. كنمشي معاه غير بشويه على هذا الشكل هذا، وكنبقى نقادو انايا بيديا. حنا انا درت هذه الاولى، ولكن كنبقى نقاد فيها. كتجي على هذا الشكل هذا ونرجع. انتما كنعاود ندخل الابره في البلاصه اللي عندي فيها الخيط، يعني في نفس الغرزه، ونجي لهاد شويه هادو الفوقانيين فين عندي هاد الغريزات من هاد الجهه ومن هاد الجهه، يعني في نفس السطر. كندخل الابره من هنايا ونخرجها من هاد الجهه هادي باش كيتزير لي هذا على هاد الشكل. صافي ونرجع. دابا يا ما غاديش نضرب هنايا، غادي نجي نضرب في هذه اللي من تحتها. يعني كما قلت لكم كنمشيو في نفس السطر، وبقاو تردوا البال السطر اللي غادي يمشي نيشان ويجي مع هادو. مثلا هنايا عندي هاد السطر هذا، صافي هذا هو السطر. يعني هاد انا كنهضر على هاد الشريطات هادو وفي وسطهم هاد الغريزات. اذا دابا يا غادي نجي لهاد الغرزه هذه، او لهاد الغرزه هذه اللي من تحت هذه في نفس السطر، ونضرب فيها ونرجع نخرج الابره منين الجهه اللي خارج منها الحرير، وما نخرجهاش كامله. نخرجها غير هكا بحيث انه يبقى لي الراس ديالها من التحت. ونجي لهنايا ماشي الراس، المهم التحتاني نتاع الابره، ونجي لهنايا ونبقى نلوي على الابره الحرير على هذا الشكل هذا. وبطبيعه الحال كما قلت لكم كتحسبوا شحال بغيتو ديروا.
ملي كنسالي انا شحال لويت على الابره كنرجع كنخرج على هذا الشكل هذا، وانا كنلوي يدي كيكون في الاتجاه المعاكس باش كيبغي يخرج ليا من الحرير من الابره، وكنبقى نساعد انا هكايا بيديا باش كيتقاد ليا. نرجع ندخل في البلاصه اللي انا دخلت فيها ونخرجها من هذه الجهه هذه، يعني بحيث ان هذه الجهه هذه هي المقابله لهذه الجهه هذه، ونجر كنبقاو نردوا البال للحرير باش ما كيتخبلش، ونرجع نضرب في نفس البلاصه اللي انا دخلت منها الابره، ونخرج عاوتاني الابره في نفس البلاصه اللي فيها الحرير هكايا. كنجي لهنا ونبقى نلوي عاوتاني على الابره، يعني هو نفس القياس اللي درته في الجهه الاخرى غادي نديرو هنايا. وكنبقى نجر. هانتوما بالنسبه للحرير كنرجعو في الاتجاه المعاكس، وكنجر غير بشويه على هذا الشكل. كما قلت لكم كنبقاو نقادوه بيدينا حتى يتقاد لينا عاوتاني، ونجيو ندخلوه في نفس البلاصه. الابره كندخلها في نفس البلاصه ونخرجها من هاد الغرزه هذه باش تجيني مقاده. خرجتها من هنا وغادي نجي من تحت فين ضربت هنا دخلت جوج، دخلت هذه وهذه، غادي نجي عاوتاني من تحتها غادي ندخل هنايا، والابره نرجع نخرجها في البلاصه فين عندي مخرج الخيط عاوتاني نلوي. نتوما كتبقاو ديروا الاشكال اللي بغيتو. مثلا انا درت هذا الشكل هذا، كاينين بزاف نتاع الاشكال، نتوما كتبقاو تفننوا ولا كتبقاو تشوفوا في الموديلات كاينين بزاف وتبقاو ديروا بحالهم. عاوتاني كنضربوا في نفس البلاصه هنايا ونخرجوها من هذه الجهه بهذا الشكل هذا، ونرجع لنفس البلاصه اللي انا دخلت منها الابره ونخرجها من نفس البلاصه فين خارج الخيط على هذا الشكل عاوتاني ونلوي. واش كنجي هانتوما شوف كي مزير الحرير مزير على الابره باش انا كنرخفو هو مزير من هذه الجهه، ولكن انا نرخفو لهاد الجهه هذه. هانتوما شوفوا معايا باش كيبدا كيترخف وكيخرج من الابره، وانا كنرخفو وانا كنخرج الابره بطبيعه الحال، وكنبقى نقادو. هي بصراحه تعلموا الرنده مزيان، عاد تعلموا لي بريد وتعلموا الزواق. ما تمشيوش تعلموا كلشي في دقه، حيت ما غاديش تشدوا حتى شي حاجه. صافي هادشي هكا كيجي لي بريد. نتمنى انكم تكونوا فهمتوا الطريقه كيفاش، ونتمنى انكم تكونوا استفدتوا معايا. وبسلام عليكم، نتلاقاو في فيديو جديد ومع درس جديد.